وزير العمل وهو بيتكلم كان بيقول لنا اي حد يشوف لاجئ بيشتغل في محل بلغه، بيشتغل في مكان بلغه. طيب في جروب 6 اكتوبر في عمارات ابو الوفا، شركة المراعي اللي هي الشركة السعودية المفروض ده استثمار، والاستثمار في دولة المفروض ولاد الدولة هم اللي بينتفعوا بالاستثمار دوت، وبيقضي لأنه يعني بيقضي على من ضمن الحاجات، يعني بيقضي على البطالة بين ولاد الدولة اللي فيها الاستثمار ده. ايه شركة المراعي بتطلب هتعين ناس، وبتقول التعيينات هتبقى تصل ل 11,000 جنيه وتقبل السودانيين وسكن مجاني. يعني اللاجئ ياخد 11,000 جنيه وسكن مجاني على أرض بلدنا، وبعدين عايزه يرجع بلده. هيرجع بلده ليه وازاي؟ وهو الدولة فين من الشركات الاستثمارية وغير الاستثمارية لما بيشغلوا اللاجئين هيمشوا ليه؟ لو حد دخل قال لي حرام، طب ما حرام على المصري برضو انه قاعد في بلده، المفروض ان دي بلده وحقه انه يتوفر له شغل وانه يسكن، لان دي حقوق انسان بالمناسبه، وهو مواطن درجه اولى ودي بلده ملوش بلد غيرها، واحنا مش من الناس اللي بيسيبوا بلدهم وبيلجأوا. فهل الحكومه بتعاقبنا عشان احنا حافظنا على الجبهه الداخليه وبتكافئ نفايات الحروب سواء سودانيين يمنيين سوريين وهم يشتغلوا واحنا ما نلاقيش شغل؟ وكمان ما بنلاقيش شغل فمش هنلاقي ندفع ايجار، فمش هنلاقي نسكن، وبعدين صاحب نلاقي منهم بيتملكوا، يعني الفلسطينيين اللي هم بيتفشخوا دول بيتملكوا جوه مصر، بيجوا جوه مصر لاجئين وبيتملكوا شقق، والشقه تبقى ساكنه فيها مصريه يقوم طاردها علشان يأجر للاجئين سودانيين ب200,000 جنيه في الشهر. انا بقول هي فين الدوله؟ وبعدين انا سمعت سمعت وما اعرفش ومش متاكده انه في ناس بتقول القطورات اللي احنا بنوفرها لهم ببلاش للسودانيين عشان يرجعوا بلدهم بلوشي بتبقى فاضيه. وفي ناس قالوا، انا بقول قالوا عشان انا مش متاكده، بس بقول برمي الكلام ده في حجر الدوله، وبقول في ناس بتقول ده بيروحوا وبيبيعوا حاجات وبيرجعوا تاني، ده غير اللي لسه بيدخلوا تهريب لحد دلوقتي. طيب احنا كده يعني احنا رايحين فين؟ ولما هو احنا يعني بنضيع بنهدر من المال العام عليهم، بنسفرهم ببلاش، وقاعدين انا منطقتي لسه قاعدين وبيزيدوا بالمناسبه يعني. ف انا مش عارفه منين بيودي على فين، يعني ايه تعيينات وبيقبلوا سودانيين؟ والاستثمار ده المفروض ان هو بيفيد اهل البلد ولا بيفيد اللاجئين ولا ايه؟ يا ريت يعني حد يرد عليا، وطبعا الحد ده يكون من الدوله مش من نفايات الحروب.